جرب احلى عشان شايفين شعري بقى عامل ازاي، وهي كلها اسبوع 10 ايام وارجع على ام الدنيا مصر، فلازم احلق. يعني مش هروح نضيف، مش همشي من البلد نضيف وارجع معفن. فهروح دلوقتي اشوف الحلاق، مع ان الحلاق هنا بالحجز. انا كلمتهم في التليفون قالوا لي لا مفيش مكان، مع ان هم عندهم مكان بس هو يقولك مفيش مكان، مش عارف ليه. فانا هروح بقى ايه اطب عليهم وافاجئهم. رضوا يحلقوا لي رضيوا، ما رضيوش بقى نشوف حلاق تاني. هم بقى قطعوا برزقهم. وبعدين ده شعر مصر يعني، مش اي حد يشتغل فيه. الحلاقين هنا مش رجاله للاسف، فان هم يفهموا في نوع شعرك وطريقه الحلاقه. الموضوع هيبقى صعب شويه، بس هنجرب مش خسرانين حاجه. البنات هنا والستات عامه بيشتغلوا في كل حاجه، كل حاجه بتلاقيهم شغالين فيها. انا تقريبا ما بشوفش رجاله بيشتغلوا غير قليلين جدا. كل اللي بيشتغلوا ستات، يعني حتى في الاتوبيسات والتاكسيات والحاجات دي كلهم انا ما بشوفش غير ستات اللي بيسوقوا. فموضوع غريب وعجيب. ود الحلاق مش قالوا لي زفترة يعني بكره مفيش حلاقه النهارده، مش جاي معاهم يحلقوا لي. بشوف حلاق تاني. مكان هنا عشان توصل للحلاق لازم تعدي من مكان ادوات الحداده ده. نطلع تاني. زفترة عطوني الكارت بتاعهم وقالوا لي زفترة يعني بكره. شكلي مش احلى النهارده. الحمد لله لقيت الحلاق اهو. الى كل من ينتظر سقوطي انا ان شاء الله هحلق، وكمان راجل يعني مش واحده ست، فاكيد هيفهم طبيعه شعري وهيعرف يحلق لي. والحمد لله حلقت والدنيا جميله، وزي ما انتم شايفين دماغي بقت مية مية. هي الحلاقة شكلها غريب شوية بس الحمد لله يعني الحمد لله. الحلاقة هنا صعبة يا جدعان، احلقوا في بلدكم قبل ما تيجوا.